ازيكم عاملين ايه؟ انا الاء ابراهيم. اللي لسه ما يعرفنيش، اهلا بيكم في قناتي. طيب، زي ما باين في عنوان الفيديو، النهارده هنتكلم عن علاقه التهويه والدفايات ببعض، او موضوع ان احنا ازاي نهوي في الشتاء كويس عشان ما نخسرش طاقه. فيلا بينا نبدا الفيديو. احنا هنتكلم على كذا نقطه في الفيديو، منهم موضوع الكيب، ان احنا نفتح شباك من فوق. غلط ولا صح؟ في الصيف ولا في الشتاء؟ رقم اتنين، هنتكلم عن نقفل الدفايه واحنا بنهوي ولا مش هنقفلها واحنا بنصيف. في موضوع الحمام اللي مفيهوش شباك هنهوي ازاي. واهم حاجة ان احنا هنتكلم على موضوع التهوية، كم مرة وكم دقيقة في اليوم ولا في الاسبوع، ولا بنعملها ازاي بالظبط. فيلا بينا نبدأ مع بعض نتكلم على النقاط الأساسية. ولو انتوا استفدتوا من الفيديو، يا ريت تشيروه لبقية اصحابكم عشان هم كمان يستفادوا معاكم. وما تنسوش اللايك عشان انتوا كده بتدعموني، واللي ما داش سبسكرايب يعوضها دلوقتي. ويلا بينا نبدأ على طول. طيب، احنا بنهوي عشان موضوع النفس نفسه، عشان التركيز، عشان صحة الدماغ، عشان ما يحصلش شمل أو عفن في الشقة، سواء في الصيف أو في الشتاء بالذات. طيب، موضوع الكبن إن احنا نفتح شباك من فوق، ده غلط جدا نعمله في الشتاء. ممكن نعمل كبن نفتحه من فوق الشباك، نفتحه من فوق في الصيف فقط لو الدفاية مقفولة. طيب، بالنسبة للشتاء، التهوية في الشتاء، لو احنا هنفتح الشباك بس من فوق في الشتاء، معنى كده ان السقوعة او الفريش، الهواء الفريش اللي بره هيدخل للشقة سرسوب كده، حاجة صغيرة قوي، فنحتاج وقت اطول ان احنا نهوي الأوضة او نهوي الشقة. فكده هنستهلك وقت اكتر، فالسخونة اللي موجودة في الشقة، التدفئة هتخرج لبره. وكمان بقى انت فاتحة من فوق بس، فالهواء بيدخل على الارض دايركت، فهتلاحظ حتى ان رجليك ساقعة. والدفايه بتكون عند الشباك. فانت فاتح كده الدفايه وهي شغاله. طبعا انت مشغلها وده غلط، بتطلع الهواء على طول على بره. فلو مش مشغلها، الدفء اللي جوه بيطلع على طول، والهواء بيدخل على الارض دايركت، فانت كده بتستهلك طاقه، فبالتالي فلوس اكتر. في الصيف انت ممكن تعمل كيبن لمده مثلا 30 دقيقه لو الدفايه مقفوله. ده هيدخل الهواء النظيف والهواء الفريش، يعني هيدخله في وقت اكتر. بس هو مش هيفرق قوي عشان الشقه كده كده ما فيهاش دفايه، ما فيهاش دفا ان احنا مش خايفين عليه ان هو يطلع او حاجه. فانت ممكن تعمل كيبن في نص ساعه، ساعه الا ربع، في الصيف عادي خالص. طيب، الناس اختلفت. انا الكلام اللي انا بقوله ده، ناس المان خبراء في التهويه، في التدفئه، في الحاجات دي كلها هم بيتكلموا عليها. فسمعت لكذا واحد فهم اختلفوا في موضوع هنهوي كام مره في اليوم، وهنهوي كل مره كام دقيقه. في اللي بيقولك من 3 ل 7 دقائق، في اللي قالك 5 دقائق، في اللي قالك 10 دقائق، في اللي قالك من 7 ل 10 دقائق، في اللي قالك مرتين، في اللي قالك من 3 ل 4. يعني اختلفوا. كله صح، بس عشان نفهم الموضوع اكتر، أنا كل حاجه هشرحها هحاول انا افهمها لكم اكتر عشان المعلومه تثبت وانتوا بتعملوه تبقى واقعيه بالنسبه لكم. إيه الفرق بقى؟ هنهوي كام مره في اليوم وكام دقيقه في اليوم؟ كل حاجه دي بنهوي كذا مره في اليوم، مش في الاسبوع او في الشهر. هنفهم الموضوع اكتر فهيبقى اوقع بالنسبه لنا. المهم، كل ما يكون الجو بره في الشارع ساقع، كل ما عدد الدقائق في التهويه هتبقى اقل، وعدد المرات هتبقى اقل، عشان الهواء الساقع هيدخل بسرعه، فهنحتاج وقت وعدد مرات اقل. والعكس صحيح. طيب، بالنسبه لو احنا بنستحمى، لو ما عندكش شباك في الحمام، ودي موجوده كتير قوي في المانيا للاسف الشديد، آه لازم، دي حاجة موجودة وهم بيبنوا البيت كده، طالما ما فيش شباك لازم يكون فيه شفاط في الحمام. وفي المطبخ نفس الكلام. طيب، هنفرض حمامك ما فيهوش شباك، فانت هتهوي ازاي؟ الرطوبة دي كلها اللي خرجت بعد الدش، رطوبة بتعمل شمل، لازم تخرج. هنخرجها ازاي؟ غلط ان احنا نفتح باب الحمام ونهوي اوضه جنبها، فالرطوبه هتخرج على طول، على اساس ان ده الشباك، ده شباك الحمام. فاهمين قصدي؟ انا حتى كنت بعمل كده، كنت حاسه ان هو عشان يطلع اسرع وما يعملش رطوبه في الحمام. للاسف الكلام ده طلع غلط. الصح ايه؟ ان احنا آه نقول الاول غلط. ليه غلط؟ عشان الرطوبه اللي تخرج من الحمام دي كتيره قوي، هتلزق على الجدران بتاع الطرقه او الاوض المجاوره، فهتعمل شمل الرطوبه دي. الصح ايه؟ نقفل باب الحمام بعد الدش ونفتح الشفاط لمدة ساعة ساعتين، فالرطوبة دي كلها بتاعت الحمى تخرج عن طريق الشفاط، مش عن طريق الباب وتدخل على الحيطان في الأوض المجاورة. طيب، بالنسبة للمطبخ، معظم المطابخ عندها مطبخ معظم المطابخ في ألمانيا عندها شباك. وقت الطبخ نفسه، الحرارة دي كلها والزيوت والقلي والمية اللي بتغلي دي كلها رطوبة بتخرج.
البويلر بقى، كل الاجهزه اللي في المطبخ بالذات البوتاجاز والفرن. بنعمل ايه؟ بنقفل باب المطبخ لو هو ليه باب، وبنفتح شباك على اخره وقت الطبخ عشان الرطوبه تخرج على بره على طول. حلو الكلام. نقطه برضو صغيره بالنسبه للشمعه. الشمعه برضو لما نيجي نطفيها، إن إحنا بننفخ فيها، برضو بتطلع رطوبة بسيطة، وبيقلل الأكسجين في الهواء. الأصح إيه؟ إن إحنا بنقفلها. الألمان بقى الرايقين عملوا إيه؟ عملوا زي عصاية كده آخرها زي جلوكة كده من حديد، بتحطها على الشمعة فتطفي. ده كلام الألمان. اعملها بإيدك بمعلقة، بأي حاجة جنبك تطفيها وخلاص عشان ما تطلعش الهواء ده. طيب بنقفل الدفاية واحنا بنهوي ولا بنخليها مفتوحة بنقللها في الشتاء؟ الأوضة دلوقتي دافية والدفاية شغالة على 2 أو على 3 مثلا، أنت عايز تهوي بقى اللي هو 3 دقايق أو 5 دقايق، مرتين 3 في اليوم بتوعك دول، الشقة دافيانة، هتفتح عشان تدخل الأكسجين والهواء النقي، الهواء السخن هيطلع اللي هو اللي أصلا مش فريش، فهتطلع كمان هواء سخن من الدفاية. أنا بشرح لكم عشان تكونوا فاهمين. فالأصح إيه؟ إن إحنا بنقفل الدفاية، نحطها على 1 أو بنقفلها 3 4 5 دقايق دول واحنا بنهوي. انا شرحت قبل كده في فيديو وفي شورتس تانية عن موضوع ازاي ندفي صح وازاي نوفر في الكهرباء في الدفاية. وساعتها قلت ان في حاجة اسمها الراس بتاعت الدفاية دي اللي هي عليها نجمة 1 لغاية 5 دي، في منها ديجيتال اسمها ديجيتال تيرموستات. في منها اللي هو بتظبطها كمان بالموبايل. لو انت مثلا في مصيف وراجع، او انت كنت بره فترة طويلة وقافل الدفاية، فقبل ما توصل بكام دقيقة بتشغلها عن طريق الموبايل، او انت في البيت مثلا مش عايز تقوم. غير كده ان هي الديجيتال ترموستات بتوضح لك درجة الحرارة بالظبط، فانت بتبقى عارف خلاص انت مش محتاج دفع اكتر من كده، فبتقفلها او بتوطيها آه، قبل ما هي تسخن زيادة عن اللزوم، فتقفلها لما تتحر جدا او تحس ان هو ناشف قوي في الشقة، فتحتاج وقت طويل قوي انها قبل ما هي ما تنزل تاني، ففي استهلاك طاقة بيحصل. فاحنا ديجيتال ترموستات بتوفر علينا طاقة وبتوفر علينا بالتالي فلوس. طيب هنقول اللي عنده اللي هي ابو ارقام دي ومش عايز اغيرها، نقول برضو الارقام دي كلها عبارة عن كام درجة سيلسيوس. رقم 1 في الدفاية عبارة عن 12 درجة سيلسيوس، رقم 2 عبارة عن 16 درجة سيلسيوس، رقم 3 20، رقم 4 24، رقم 5 28. والنجمة عبارة عن 5 درجة سيلسيوس. النجمة يعتبر إن هي شبه مطفية يعني. في الشتاء غلط تحط الدفاية على النجمة دي. حلو، لثلاث أسباب. أول حاجة، احنا زي ما احنا قلنا ان النجمة دي عبارة عن 5 درجات سيلسيوس، شبه مطفية يعتبر، فساقعة جدا. لو سقع زيادة عن اللزوم والجو ساقع قوي، دي هيؤدي إلى كسر ممكن يحصل في مواسير الدفاية، فكده في إصلاح هيحصل في الدفاية. رقم 1. رقم 2 إن هي مطفية، فالشقة ساقعة قوي والحيطان ساقعة قوي، فلما تيجي تشغل الدفاية هتحتاج دفاية أكتر، طاقة أكتر من الدفاية، وقت أطول، فبتلي فلوس أكتر إنك تدفي السقعية دي كلها. ورقم 3، طالما في جو ساقع وفي رطوبة وفي هواء ساقع قوي في الشقة والدنيا ساقعة قوي، هتعمل شمل، هيعمل عفن في الشقة. فغلط نحط الدفاية في الشتاء على النجمة. طيب واحنا في المصيف مسافرين كذا يوم او اسبوع او 2، برضو غلط نقفل الدفاية او نحطها على النجمة، عشان هتعمل نفس الموضوع، هتستهلك طاقة اكتر عقبال ما تدفي الأوضة او الشقة كلها. طيب يبقى احنا كده استنتجنا كم نقطة في الملخص السريع. ان احنا في الشتاء غلط ان احنا نفتح الدفاية والشباك في نفس الوقت، هنهوي بنقفل الدفاية. رقم 2، ما ننساش موضوع الحمام والمطبخ والشبابيك بتاعتهم، وهنهوي ازاي وامتى وقد ايه. رقم 3، واهم حاجة غلط في الشتاء انك تعمل كيبن للشباك، انك تفتح جزء صغير من فوق كده في الشباك، غلط في الشتاء جدا. وغلط في الشتاء انك تحط الدفاية على النجمة، او وانت مصيف انك تحطها على النجمة. اتمنى يكون الفيديو افادكم، وكان سريع وملخص على قد ما يقدر ومفهوم عشان نطبق صح. اتمنى تشاروه للناس التانية عشان يستفادوا زي ما قلنا، ودوسوا لايك، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. سلام.